هنعمل الكيس ده اللي كنا مفرزينه هنقليه مع بعض. اهو بصي شكله الواحده بوحدتها اهي، زي اللي بنجيبه من بره، لا احسن مليون مره. هسخن الزيت وهنقليه مع بعض ونشوفها بعد كمان لما تتقلي هيبقى شكلها عامل ازاي. اهي اهي اللي في الكيس اهي زي ما انتم شايفين، عشان ما تقولوش حمرت بطاطس، مش هي. اهي هتحطيها اول ما تطلعيها من الفريزر على طول في الطاسه بزيت سخن. تمام، هحطها كلها واقلبها، واول ما تطلع من الطاسه هوريكي ونخش ايه على المقادير على طول. اهي بعد ما اتحمرت قليناها كده في الزيت. بصي جميله جدا. حطي بقى اي توابل عليها، فلفل الاسود وكمون وملح. انا حاطه عليها طعم بالجبنه من عند العطار. بصي تحفه جدا. تعالوا بقى ندخل نشوف عملناها ازاي، عشان اكتريتنا بيحب البطاطس، وداخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. في السحور عشان ما تقفيش تقشري وكده، دي هتسهل عليكي كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم منى امين. تعالوا النهاردة نشوف طريقة تفريز البطاطس بطريقة سهلة جدا وبسيطة. دي متلجة بعد ما عملنا الخطوات، بصي ولونها تحفة جدا جميلة. تعالوا نشوف عملناها مع بعض ازاي. انا جبت بقى 5 كيلو بطاطس، لاني انا جربت البطاطس عشان تبقى حلوة لازم تجربي في كمية قليلة. لو طلعت اللي هي بتاعة التحمير زي الفل، هاتي من نفس الراجل ونفس البطاطس عشان تطلع معاكي النتيجة حلوة. وهوريكي برضو الكيس اللي انا عاملاه ومخزناه بنفس الطريقة، ولا اسود ولا شكله اتغير ولا اي حاجة. الطريقة اللي هقولك عليها دي، في ناس بتقول اقليها ما تسلقهاش، وفي ناس بتقول اسلقيها ما تحمرهاش ما تقلهاش. انا الطريقة اللي انا عملت بيها مضمونة 100 100. وهوريكي الكيس دلوقتي. بصي متفرز واحدة بوحدتها كده وفي منتهى الجمال. وبرضه اما اعملها احمرها هوريكي شكلها عامل ازاي. تمام، هقشر الكمية دي كلها ونشوف نبتدي نخزنها مع بعض ازاي. بصي جميلة جدا اهي. اللهم بارك. هغسلها واشطفها حلو واقول لك هنعمل ايه. هنا بقى عندي، هاتي اكبر حله عندك. اول ما تبتدي اهو تدخل في الغليان، هنحط 3 حاجات عليها. انا طبعا عشان الكميه اللهم بارك كتير، هحط ايه كوبايه الا ربع خل، دي الماده الحافظه. واحط معلقه ملح كبيره اهو. وهنقلب طبعا المكونات دي، بس اما احط معلقه السكر. هنا معايا ميه بتلج. هنعمل ايه هقولك دلوقتي. بعد ما حطيت البطاطس، اما الميه غليت، هستنى عليها قد ايه 5 دقايق بالظبط، واصفيها من الميه دي واحطها ايه في الميه بتلج. وبعد كده هنصفيها من الميه خالص خطوه بخطوه معايا عشان يطلع معاكي احلى بطاطس. بعد ما عدى عليها 5 دقايق هاخدها كده. بصي يعني 5 دقايق، وعايزه الدرجه دي في السوا ولا اكتر ولا اقل. هحطها في الميه ايه الساقعه. هنا بعد ما هي صفيتها من الميه بتلج، بصوا لونها انا عايزه كده ما يبقاش فيها ميه خالص. صفيتها وفي فوطه بقى او ملايه او اي حاجه عندك كده تنزل الميه كلها. لازم تبقى يعني الواحده كده ما فيهاش، بصي الميه دي تنشف خالص. هعمل بقيه الكميه واوريكي برضو ايه لما انشفها احطها في ملايه او فوطه عندي نضيفه هتبقى عامله ازاي. اهي حطيت على فوطة، هسيبها بقى ايه تنشف خالص. واقول لك الخطوة بقى الاخيرة عشان ايه نفرزها ونحطها ايه في الفريزر.
هنا حطيتها على صينية عشان هدخلها الفريزر تتجمد، وبعد كده هنحطها في اكياس. طبعا عشان ما عنديش صواني كتير قوي الفريزر مش هتاخد، هحط، انا حطيت طبعا عليها الزيت زي ما قلت لكم. هحط بقى ايه، يا اما ورق من ده، يا اما طبقات اكياس برضو بلاستيك. بس بصي اهم حاجة تبقى الواحدة بوحدتها كده عشان ما تلزقش في بعض لما تتجمد. هعمل المرحلة دي وادخلها الفريزر، واما اكيسها اوريك الشكل النهائي. دي بقى بعد ما حطيتها في الفريزر اهي، ده شكلها، لونها ما غيرش. بصي متجمده الواحده بوحدتها اهي. اهي نجربوها بنفس الطريقه وان شاء الله تعجبكم. سلام عليكم.